احنا بنخالف قواعد المرور للاسف. يعني اهو الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن حادثه الجلاله، والسواق طلع بالفعل، السواق اثبتت النتائج والتحاليل انه متعاطي، وطلع الغلط منه بالفعل، ما جبناش حاجه من عندنا، ولكن ما كانش ينفع طبعا نقول الخبر قبل ما يطلع. وطبعا هو كان الخطأ الرئيسي على فكره، حتى لو مش متعاطي ما ينفعش يمشي بسرعه، وما تقنعنيش ان هو مش عارف الطريق ده ماشي ازاي. يعني في طبيعه الحال ده طريق سفر، انت مش رايح وسط البلد، مش رايح كافيه مع واحد صاحبك وانت معاك ناس كتير 22 بني ادم او 3 او 32 بني ادم، توديهم في داهيه ليه؟ فلازم يبقى فينا مخ، ولازم دايما، يعني انا بصراحه بوجه بقى يعني دي رساله من هنا، انه لازم دايما الجامعات بشكل عام، ما بتكلمش عن الحادثه دي، جامعات بشكل عام، اي مكان بشكل عام، اعملوا تحليل